بالنسبة لعلاج الشعر اللي هو المينوكسيديل، في كثير ناس يقولون اسحبوا بالتدريج عشان لا يطيح الشعر. ترى يا جماعة ماكو شيء اسمه اسحبوا بالتدريج، فقط استخدام الكريمات او العلاجات او اللوشنات للشعر اللي فيها كورتيزون هي اللي نسحبها بالتدريج على اساس لا يصير في ردة فعل للكورتيزون فقط. اما اي علاج ثاني فما له داعي نسحب بالتدريج. فاللي يبي يستخدم المينوكسيديل وده يقطع عليه يقطع بالتدريج، يقطعه فجأة مو مشكلة. وفي حالات معينة للشعر نقدر نقطع المينوكسيديل فجأة، يعني مو لازم دائما احنا نستخدم مينوكسيديل مدى الحياة. احيانا في بعض الحالات نقدر نستخدم مينوكسيديل فترة وبعدين نتركه عادي. فقط تساقط الشعر الهرموني الوراثي المزمن هو اللي نستخدم فيه المينوكسيديل على طول. لما نجي نقطعه دائما نقطعه فجأة، ما له داعي تعذبون انفسكم بالتدريج. تقدرون تقطعونه رغم انه ممكن يصير له مشاكل اذا قطعتوه ادري، ولكن قطعتوه بتدريج او قطعتوه فجأة ما راح تفرق نفس الشيء.